احفظ الفيديو ده عشان في مصيبه وكارثه جايه في الساعات اللي جايه والناس ما تعرفش عنها حاجه لسه. الفتره الجايه دي هيحصل حاجه غريبه في البحر. احنا جالنا بعض الرسائل بتقول لنا اللي في حركه غريبه في الامواج وترددات الامواج اللي في بطن البحر غير معروفه المصدر وغير طبيعيه في الوقت الحالي ومش وقتها ومش اتجاهاتها. يعني ازاي اقول لك؟ تقول لي يا ابطال، هقول لك البحر بيبقى فيه موجه مدفونه وموجه فوق احنا بنشوفها. الموجه المدفونه دي احنا بتبقى عارفين هتيجي امتى وفين ومحسوبه. لا، في تغيرات غريبه، يعني الموجه مثلا زاويتها اتغيرت باتجاه غريب، في حاجه غلط بتحصل في البحر. ده بفعل فاعل بنسبه 100%. هم قالوا اللي هو ده حاجه غريبه بتحصل، ولكن هو توقعي في حاجه بيخترعوها في البحر، حاجه بيجربوها في قلب مكان في قلب البحر ادى للاثر ده. يعني في حاجه هتحصل الفتره الجايه، في عاصفه، في بركان، في زلزال هيحصل في البحر بفعل فاعل مش بفعل طبيعي في البحر المتوسط بالاخص. فنركز كده الساعات اللي جايه اللي هيحصل، وارجعوا لي تاني بقى عشان في فيديو تاني احكي لكم بقى التفاصيل وايه اللي بيحصل وتوقعي ايه اللي بيحصل في البحر الفتره دي، عشان في حاجه بتتعمل في البحر محدش يعرف عنها حاجه وهي هتبقى الترند الفتره الجايه. في مصيبه هتحصل. انا قلت كده في فيديو امبارح، الاجهزه حاطت لي تقرير، الضابط الطبيعي بياخد التقرير في كذا بيعمل عليه ريمارك ويحفظه. انا ما بعملش كده، انا من الناس اللي هي بتحب تحلل. دخلت قعدت ابص، دي مش المنطقه اللي انا شغال فيها، مش منطقه جغرافيه، انا مش في البحر المتوسط، بس قعدت احلل الموضوع. دخلت لبعض المصادر، دخلت شفت هو ده طبيعي في الوقت ده من السنه ان البحر المتوسط يحصل فيه حاجه شبه كده. دخلت شفت بعض الاخبار بتقول اصلا ان مفيش حاجه، زي مفيش حاجه وانا جالي اللي فيه هيبقى في حاجه في البحر المتوسط. فقعدت احلل الموضوع وقلت الفيديو اللي هو طلع ترند، الناس بدات تتكلم. في حاجه كمان انا ما قلتش مصر يا جماعه، هو البحر المتوسط ده بيطل على كام دوله؟ بيطل على 21 دوله. في حاجه غريبه بتحصل، في البحر المتوسط وكلنا عارفين ان الحرب من ساعه حرب ايران ما حرب ايران خلصت مفيش اي حاجه طبيعيه بتحصل. الزلازل والبراكين ما بتحصلش وقت الحروب، ليه؟ اشمعنى بعد الحروب؟ اشمعنى دلوقتي في حاجه غريبه بتحصل في البحر المتوسط؟ انا قلت كده واعتبروني يا جماعه بخرف، خدوني على قد عالي. ممكن ما تتابعنيش، ممكن تتابعني، وانا توقعت. خلينا نشوف الايام والساعات الجايه. وعلى فكره امبارح الارصاد كانت بتقول ما فيش اي حاجه. النهارده جريده الاهرام اعلنت خبر ان البحر المتوسط اغلقوا فيه الشواطئ على كل شواطئ البحر المتوسط، من اول اسكندريه لحد مطروح وكمان دمياط. كل الشواطئ اتقفلت لسوء الاحوال الجويه وارتفاع الموج. ده طبيعي؟ ممكن يكون طبيعي، ممكن يكون لا، ممكن يكون اثر لحاجه ثانيه، ممكن الاخبار جات لهم ان في حاجه هتحصل. انا ما اعرفش، بس انا قلت اللي عندي. تابعني وخد مني وارمي ورا البحر.